عنب مقرمش، هذا نفس منتج. بس الغذاء ما في اسعار. ما في اسعار. اي نعم. ما تترك تسعيره معطيك كل الوزن الصافي، الفئة العمرية إذا كان لها فئة عمرية محددة، درجة تخزين منافيس، صلاحية العلبة كم، معلومات كاملة. جميل. هذه بالنسبة للغذاء والمكملات الغذائية عموما. صحيح. في نقطة لازم تكون واضحة للمستهلك، أن المكملات الغذائية والفيتامينات تندرج تحت إما غذاء أو دواء. إذا كانت تزيد عن حد الاستهلاك اليومي للإنسان تعتبر دواء، أقل من حد الاستهلاك اليومي تعتبر غذاء. مثلا بعض الحلاوة الصغار للأطفال كمية تركيز الفيتامين اللي فيها قليلة، فتعتبر غذاء لأنه ما تندرج تحت نطاق الدواء. إذا كان وصل تركيز حد الاستهلاك اليومي وأعلى تخش تحت فئات الدواء. هذا تطبيق هيئة الغذاء والدواء اللي يبحث عنه في الأب ستور أو في جوجل بلاي. هذا هو. اختيار الدواء، تدخل على البحث هنا الخيارات، اما دواء مسجل او ادويه عشبيه او فيتامين مسعره. نبدا بالفيتامين المسعره، نبحث عن منتج هم لقينا هنا في الصيدليه. اي نبحث بالاسم الموجود مطبوع على العلبه. طيب وجدناه الان. باليسار تبحث بحث. يطلع لك انه موجود في الهيئه بالاحجام التاليه، تخش عليه تلقى السعر فوق. السعر فوق. وين السعر هنا؟ السعر هنا شوف نفس المسجل في الهيئه 33 ريال برقم التسجيل، هنا 33 ريال بنفس رقم التسجيل. جميل. تلاقي معناها مسجل في الهيئه ونظام. جميل تمام. شوف الدواء الان. نجي للدواء، تختار ادويه مسجله، تبحث باسم الدواء، حصلناه. اسم المنتج سعره 44 ريال بوينت 9. هذا سعره 44 ريال بوينت 9. رقم التسجيل. في ميزه اضافيه في اليسار هنا جميله، البدائل المتاحه. ترص عليها يعطيك عدد من البدائل المتاحه للدواء، وفي اشياء ارخص. ادخل على اي واحد فيهن، يكون سعره 20 ريال و5. نفس المنتج، نفس الماده الفعاله، نفس الجوده. جميل. بسعر اقل. تمام. بنشوف الغذاء برضه. لو جينا للغذاء، الغذاء في ميزه المسح بالباركود. يطلع لك هذا رقمه جاب من العلبه. الباركود. تبحث عنب مقرمش، هذا نفس منتج. بس نبدا حامين مع الدكتور بسام العون، مدير اداره التفتيش في هيئه الغذاء والدواء. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا. شو بيدك؟ صيده على طول. مستحضر صحي. اي مسجل عندنا بالهيئه بسعر 28 ريال. 28 ريال. تمام. سعره هنا 375. 375 هذا سعر على الباركود حق الصيدليه. اي ولكن هو شاريه بالوكيل. الوكيل حاط 375. يا ساتر. فنفس الوكيل ما تجاوب مع السعر المقرر له، حاط سعر مخالف. طبعا الاسعار هذه موجوده في موقع هيئه الغذاء والدواء. بنشرحها بعد شوي للناس كيف يقدرون يطلعون عليها. طيب دكتور بسام، اشوف هذه مستحضرات، وش فيها؟ طبعا المستحضرات هذه مسجله في الهيئه، ولكن مسجله بدون دعايات طبيه. نعم. بعد ما يسجل الوكيل يتلاعب ويضع الدعايات الطبيه. يعني بعد تسجيلها من عندكم كمستحضر ما في شيء، يقوم يضيف عاد هو الادعاء الطبي، تنشيط ذاكره، تخفيف وزن. هذه مخالفه. هذه مخالفه ممنوع، لان الصحيه ما في عليها اثباتات علميه انه تسوي الاشياء هذه، فيعتبر مخالفه. اذا ليش فسح يعني؟ باي شكل يفسح؟ انه منشط او بالكثير نلقى اعاده التغليف يكون هنا داخل المملكه. اي لا اقصد هو يعني في تامين او هو فسح كمسافر صحي بدون دعايه طبيه. لما يوصل للمملكه اعاده تغليفه بالادعاءات هذه. جميل. برضو عندك شيء مخالف اللي هو هذا مستحضر مرخص من الهيئه، منتج صحي. نعم. ولكن غير مسعر من الهيئه. غير مسعر. نعم. رقم التسجيل صحيح. نعم. ولكن بوضع السعر جنب يعني لاصقينها قصدك في بعض مع بعض. هذا إيحاء المستهلك انه الهيئه مسعره سعر هذا غير صحيح، هذا سعر الوكيل. الصح انه يكون السعر
برضو عندك شيء مخالف اللي هو هذا مستحضر إيه. مرخص من الهيئة، منتج صحي، نعم، ولكن غير مسحر من الهيئة. غير مساعد. نعم. رقم التسجيل صحيح، نعم. ولكن بوضع السعر جنب يعني لاصقينها قصدك في بعض، طابعين مع بعض. في بوكس هذا واحد. إيحاء المستهلك إنه الهيئة مسعرة سعر، هذا نعم. غير صحيح، هذا سعر الوكيل. الصح أنه يكون السعر في مكان آخر في الخلف، مو في نفس البوكس. بالضبط، يبقى رقم تسجيل الهيئة الوحدة. نتكلم الآن عن التطبيق، ونبغى التطبيق هيئة الغذاء والدواء، نبغى نوري الناس كيف يبحثون عنه، وأنا أتمنى منكم تركزون، لأنه ما هو تجي تخطي بعدين تقول هو الدواء ما هو مسجل في الهيئة، أو تحطها على الصيدلية وتسوي معهم مشكلة، فالإنسان ينتبه كيف تتم الخطوات. دكتور طيب نشوف التطبيق لو سمحت. الآن في طريقتين، في عندك موقع الهيئة، موقع هيئة الغذاء والدواء حنجي بعد شوي. نعم. وفي التطبيق على التليفون، اللي عند التليفون سمارت فون. الآن في التطبيق ممكن تخش عليه، هذا هو شعاره. تمام. بك نهتم، اسم التطبيق. بك نهتم. نخش عليه. طيب. هذا الشكل الخارجي. اي. أول صفحة تجيك تطلع لنا الخيارات فوق على اليسار، تحت خدمات إلكترونية. تدخل عليها الآن يطلع لك 3 خيارات: بحث عن منتج غذائي، دواء، أجهزة طبية. أجهزة طبية وغذاء تبحث بالباركود، والدواء تبحث بالاسم. نبدأ بالدواء، تخش على الدواء تختار ايش النوع، تبغى دواء مسجل اللي هو دواء بشري الصيدلية يباع بوصفة طبية أو غير وصفة طبية، أو أدوية عشبية، أو الفيتامينات. يا ليت يا جماعة تنتبهون للكلام اللي بنقوله، لأنه مهم جدا. حتى كثير ناس جوني البارح ليش ما في كذا، مع أنه هو موجود، فقلنا بنشرحه اليوم.